السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أحب أعزي بالبداية جميع أهالي الشهداء منطقة الكرادة، ويا رب المغفرة والرحمة لجميع شهداء العراق. طبعا موضوع اليوم على كشف الحقائق الإلكترونية، مو السياسية، ما له علاقة بوزير، ما له علاقة بجهة أمنية، ما له علاقة بأي أحد، ولا راح أحكي بطاري أي أحد من ذولا. اللي راح أحكي بيه الحقائق الإلكترونية اللي صارت ورا انفجار الكرادة، اللي صارت بمواقع التواصل الاجتماعي. هواية شفنا شغلات صارت ونزلت بمواقع التواصل الاجتماعي بحجة انفجار الكرادة، منها صورة الرجال اللي حاضن ابنه، وهاي الصورة أو أخ حاضن ابنه ما أعرف، لكن هاي الصورة مو بانفجار الكرادة، وإنما هاي الصورة بباكستان ما أعرف وين، بغير دولة، بانفجار مصنع ولا ما أدرك. والصورة الثانية هاي الطفلة المحروقة مدري شلون، هاي همينة طفلة من غير دولة، وهمين جابوها وخلوها بانفجار الكرادة. ليش؟ كل هذا بسبب حتى المشاهد يعني يتصفح، يسوي شير، وصديقه من يشوفه يسوي شير حتى يطش البيج، وهم ينقلون أخبار كاذبة للعالم ويلعبون بأعصاب العالم. السالفة الثانية سالفة عيسى العبيدي، يمكن ما أعرف إيش، المهم الولد اسمه عيسى. هذا عيسى شنو سالفته؟ عيسى على أساس أحد المفقودين بانفجار الكرادة، فمن دروا بيه مفقود بانفجار الكرادة، صديقته طبت له على الفيس عدة تشكيله ومشتاقت له إنه شو وقت ترجع شو وقت هاي. ففجأة وسبحان الله الفيس يجاوبها بهيئة شخص تلميحات إنه هو على أساس يندعش. شلون صارت السالفة؟ من دزت له رسالة مشتاقت لك، طبعا وياها سمايلات وما سمايلات. شوف سبحان الله، هي حزينة يعني زين، ودا تبكي على فراق صديقها وحبيبها وما أعرف إيش يصير من عندها. المهم هي بنية زين وتدز سمايلات، كل هاي الفاجعة وتدز سمايلات، عوفك من هذا. المهم فتحكي ويا واحد العفو يرد لها ورا يوم، فهي تتفاجئ إن هذا رد لها يقول لها إذا تريدين عيسى جيبي لي فلوس وتعالي اتفق وياك على مكان إنه نسوي بيه الفاحش يوم من هالسوالف. شلون يعني، شلون أقول لكم، ضحك على الذقن، بس هاي اللي أريد أقوله، ضحك على أو مو على الذقون، العفو على الزواج. لأن مع الأسف الشعب العراقي عندنا هذا ما يشغله. هتقولي هذا تجاوز. إذا شعب يريد الناس أو مو الناس، الحكومة تشوف تغيير من وراء هذا الانفجار بهاشتاج، والله تعالوا نسوي هذا الهاشتاج الكرادة تنزف، نريد شو اسمه التحقق في جريمة الكرادة، كلها هاشتاجات يسووها. والله شنو، حتى بلكي الحكومة تشوف لنا حل، الحكومة العراقية تريد تشوف لك حل من وراء هاشتاج. والسالفة الثالثة سالفة هاي البناية اللي بيها شخص، الأساس أول مرة أنا شفتها شخص زين، يقول لك إنه هاي دا تحترق الكرادة يعني مكان الانفجار، فبالصور أكو شخص فوق بالبناية زين دا يباوع. ناس يقول لك هذا هو سوى الانفجار أو العلاقة بالانفجار، ناس يقول لك يعني حتى ناس قاموا يقولون هذا ملك نازل من السماء زين والكاميرا التقطته، وناس تقول لك انه شلون هذا فوتوشوب، وناس زين. بربك بدينك بمذهبك، حتى لو هذا له علاقة بالانفجار هذا الولد اللي بالصورة زين، ايش راح تفتهم انت من الموضوع؟ شنو اللي راح تعرفه من الموضوع؟ هو هيك نقطة بحر مثل ما يقولون، هيك فتفوتة صغيرة بالصورة زين، ما تدري غلط بالكاميرا، ما تدري شوف ايش مسوي بالفوتوشوب، وطالع الشخص هيك يلمحوا لك انه هذا شخص هيك بس راس مبين زين. وبعدين اقلب على صورة ثانية القوهم اثنين، ورا كم يوم ان شاء الله راح اجي والقاهم 6 زين، مجرد سواد. راح يقولوا لي شنو زوفرت، شنو كل شيء قابل يصير بالفوتوشوب؟ اي تقريبا 80% من الصور والفبركة تصير بالفوتوشوب، وهذا الشيء المصممين يعرفوه. مو انه دا قلل من شأنك انه انت ما تعرف هذا الشيء، لا، لكن اكو شغلات انت ما مطلع عليها تصير بالفوتوشوب. وابسط مثال، شوف الصور والديزاينات اللي يسووها الاجانب في الصور، راح تشوف ان الفوتوشوب هواي شغلات يسوي.
فموضوعنا يا اخوان انه كافي هالسوالف هاي اللي نسويها، كافي بحجة انه احنا قلبنا طيب نظل زواج، كافي تفاهة احنا عايشين بيها. لازم شوية هذا نشغله، لازم شوية نفكر، لازم شوية نعرف هذا الشي من نشوفه مصدره منين، هذا الشي من نشوفه شلون صار، مو مجرد نشوف اي والله صدقنا. طبعا هذا الفيديو من حكيت بيه هيجي مو الغرض انه اهينك او ارزلك، بس انا حرصا عليك كوني عراقي وكوني اخوك ردت اوصل لك هالرسالة هاي اللي انت قاعد، لان انت قاعد تشوف هاي الرسالة من العالم الالكتروني، فاني هاي الرسالة هم ردت اوصل لك اياها من العالم الالكتروني. لذلك من تشوف هالشي هذا لا تضوج من عندي، انا دا نصحك، انا دارد مصلحتك، بس غير اللي يضحك عليك، غير اللي دا يسوي لك سوالف يضحك بيها عليك في سبيل يحرق دمك ووصل اخبار كاذبة قد تؤدي الى هواية امور. يجوز ناس يقولون هذا ابنهم عايش وهو كذب مو عايش، ويخلون الناس بامل ويسوون ويحملون. وليش هذا الشيء كله صار؟ لان عقولنا صغيرة. فمن احنا نظل بهذا المستوى العقلي ما راح يصير براسنا خير، والعالم راح تظل تضحك علينا. فليش الغريب يجي يضحك عليك؟ ليش الغريب يجي يهينك ويغلط عليك؟ انا اخوك، انا عراقي، ردت اوصل لك هالرسالة هاي، وانا اعتذر اذا تجاوزت، لكن من حرقة دمي. طبعا يا اخوان على موضوع العيد راح هواي ناس راح يقولون ليش ما جبت طار العيد بالموضوع. اخوان اذا اجيبه مثل هيجي فيديو هواي ناس راح تنتقد وتقول زوفر انت من بفتهم، انت قاعد تتشف بالناس لو انت قاعد او محروق دمك عليهم. بنفس الوقت انا محروق دمي، لكن بنفس الوقت هذا عيد الله اكبر. ما اقول لك عيد دق وارقص وشغل مزيكا وروح سوي واعمل مدري شنو، تكفي كلمة كل عام وانت بخير بوجه جارك وجه صديقك، عسى ولعل تشيل من الهم اللي عنده، لان هم اللي دا يسوون هالتفجيرات هاي واللي دا يسوون هذا الشي بينا هدفهم انه ما نعيد. ولا ليش سووا قبل كم يوم من العيد؟ هدفهم من هذا الشي انه ما نعيد، هدفهم انه ما نضحك، هدفهم انه بس ما تنمسح من وجوهنا. لكن يا ريت انه احنا نكون اقوى من هالشي ونقدر نتغلب على احزاننا ونقلبها الى افراح. يا رب كل ايام العراق افراح، يا رب تنشال هاي الغمة عن العراق، يا رب تعيشون بخير ونعيش بخير، يا رب فرج عن العراق. تحياتي لكم، اخوكم زوفورت، شكرا للاستماع.